طيب احنا النهارده جايين نتست الاضاءه في الاوت دور، نشوف ايه ميزه الناتشورال لايت وايه ميزه الارتفيشال لايت، امتى استخدم دون وامتى استخدم ده، ايه مميزات وعيوب كل واحد فيهم. فاحنا النهارده معانا وينجي اللي مش مركزه معانا، ومعانا الهيد ال 600 البي ام. الكاميرا هنشوفها سوا ثانيه واحده. الكاميرا معانا اللي هي الكانون الار، ومعانا العدسه ال 85. هنجرب نشوف امتى نستخدم الاضاءه. ممكن نصور في النور عادي، هنشوف ايه السيتويشن اللي هتبقى حلوه في الاضاءه الطبيعيه، وهنشوف ايه السيتويشن او ايه الحاجات الكويسه في الاضاءه الفلاش. هنشوف دي ايه مميزاتها وايه عيوبها، ودي ايه مميزاتها وايه عيوبها، وهنجرب اكتر من مكان واكتر من حاجه. طيب احنا في الاول هنجرب نصور واحنا في ظهرنا الشمس. هنصور الصوره بالاول من غير فلاش، وبعد كده هندخل الفلاش نشوف سوا مع بعض. الاول احنا هنجرب دلوقتي الاضاءه اللي هي العاديه، مش بالفلاش، وهنشوف الصوره عامله ازاي. طيب انا السيتنج بتاعتي ايزو 100 شاتر 320. خليكي ثانيه واحده. حلو قوي. ايزو 100 شاتر 320 فتحة عدسه 2.8. حلو قوي. طيب زي ما احنا شايفين الصورة حلوة، بس هي معمول لها ريم علشان الشمس، هي عاملة لها ريمنج كلها، وشها مضلم. هنجرب دلوقتي ندخل الفلاش ونشوف السيتنج بتاعتنا هتبقى عاملة ازاي، وهل الفلاش هيفرق ولا لا، لان احنا بنصور في ظهرنا الشمس. طيب احنا دلوقتي الشمس هي اتجاهها جاية من هنا، فهي عاملة لي الإضاءة عليها من هنا. ما ينفعش ان انا احط الإضاءة او الفلاش بتاعي من الناحية دي، لازم احطها من الناحيه الثانيه علشان تعمل لي بالانس في الاضاءه. فاحنا الهيد بتاعنا هنغيره نخليه الناحيه الثانيه. طيب اول حاجه لازم اتاكد ان التشانل بتاعتي هي نفس التشانل بتاعت الفلاش دون، وبتست كده. طيب اول حاجه برضو بشوف انا عايز ايه من الباك جراوند، يعني بشوف الاضاءه بتاعتي في الخلفيه انا عايز منها ايه، الضوء على وشها عامل ازاي، كل ده بشوفه في السيتنج، وبعد كده ببتدي ادخل الفلاش واشوف الباور بتاعه اللي انا عايزه. طيب انا الشاتر بتاعي 640 ايزو 100 فتحة عدسه 2.8. خلي وشك اكتر الناحيه دي. تمام. حلو قوي. زي ما احنا شايفين كده هي الباك جراوند بتاعتها مظبوطه، وهي وشها بقى مظبوط. ليه؟ لان احنا دخلنا مصدر ضوء خارجي، الباور بتاعه 1/4. دلوقتي هنجرب نعمل سيتويشن تاني للاضاءه، وهنشوف انهي احسن، الاضاءه الطبيعي ولا اضاءه الفلاش. طيب انا دلوقتي عندي 2 سيتويشن انا ممكن اتحط فيهم لو انا بصور في الاوت دور. عندي لو انا بصورها واتجاهي كده، فالباك جراوند بتاعتها كلها مظلمه. طيب لو انا بصورها واتجاهها كده، فالباك جراوند بتاعتها كلها شمس. فالسيتنج بتاعتي في الاتجاه ده غير كده. هنجرب في الناتشورال لايت، لو انا هصور الناتشورال لايت بس، لو انا هصور كده او لو انا هصور كده، وبعد كده هندخل الفلاش ونشوف مين فيهم احسن. حلو قوي. نايس. طيب احنا كده كلنا في الضله، يعني هي الباك جراوند بتاعتها في الضله وهي وشها سوفت، فالاضاءه بتاعتي تمام. حلو قوي. طيب خلينا بقى نعكس كده. تعالي كده، انا كده بقينا هي في الضله بس الباك جراوند بتاعتها في شمس. حلو قوي. طيب احنا زي ما احنا شايفين هي وشها منور كويس، لان احنا الاضاءه اللي احنا فيها هي اولموست سوفت لايت، بس الباك جراوند بتاعتها هي لاسعه شويه، لان هي الشمس هي جايه من هنا فمنوره الحديقه. هنجرب بقى ندخل الفلاشات واحنا بنصور في الضله، وهنجرب ندخل فلاشات لو احنا بنصور في الباك جراوند بتاعتنا فيها شمس. طيب لو احنا بنصور في مكان زي ده دلوقتي هو كله مظلم او كله فيه سوفت لايت، مش هيفرق معانا نحط الاضاءه يمين او شمال، لان هي يمين او شمال هتبقى عادي. لو احنا بنصور في الشمس هتفرق معانا، فهنشوف دلوقتي مع بعض. تعالى بقى كده بس. طيب اول حاجه برضو بعملها لازم بتست الضوء، اشوف انا عايز ايه من الامبيانت لايت، وبعد كده بدخل الفلاش بتاعي. انا بتست الاول.
طبعا هي الشمس اتغيرت شويه في الضلمه او توتالي في السوفت لايت. طيب احنا الشطر بتاعنا 250 فاتت عدسه 2.8 ايزو 100. هبتدي ادخل بقى الفلاش واشوف. هو الباور بتاع الفلاش اللي هو عليه دلوقتي 1/4. اوكي، خليه، هاتي وشك ستريت ليا. طيب انا هنا شايف ان هي وشها ملسوعه سنه، مع مراعاه ان احنا في جو حر، فهي وشها ابتدى يعرق سنه، فانا لازم اقلل الباور بتاع الفلاش شويه. انا هخليه 1/16 ونشوف الكلام عليه. خلي وشك توتالي ليا، ما تدينيش جنب. وده شكل الصوره لما دخلنا لها الفلاش. انا شايف ان الباك جراوند اضاءتها منوره مظبوط، مش لاسعه. هي وشها منور مظبوط، مش لاسع او مش مظلم زياده عن اللزوم. هنجرب بقى نخش في الشمس، هنجرب بقى الباك جراوند بتاعتنا كلها شمس وهنشوف هنعمل ايه. طيب احنا دلوقتي في الشمس الظهر بتاعتنا، هنشوف هندخل الفلاش ازاي. الاول برضو بتست، بشوف انا عايز ايه من الباك جراوند. انا شايفها لسعه زياده عن اللزوم، فببتدي اقلل. انا برضو رحت الشطر 320. لسه سنه كمان. يعني انا شايف ان هي كده تمام. هي كده ايزو 100 شطر 400 فاتت عدسه 2.8. هنجرب ندخل الفلاش ونشوف. يلا بينا. انا بتست بس، ماشي، يلا بينا. اعتقد الفلاش محتاج يعلى سنه. انا 1/16 هعليه 1/8. ممكن تروحي السنه كده، شكرا. طيب انا عندي حاجه عايز اجربها، بما انها هي، خليكي اثبتي، بما انها هي بتبص كده كتير وانا قربت اتخنق، فانا هحط الهيد من هنا لهنا، عشان هي كل شويه تعمل لي كده تعمل لي كده، فانا هشيله من هنا احطه الناحيه التانيه. ماشي، يلا. حلوه، اعتقد كده احلى. يلا بينا تاني. ممكن نحتاج اعلي شويه الباور. حاضر. وده الشكل اللي احنا طلعناه لو احنا بنستخدم بالفلاش وورانا الشمس. الاوتدور الاضاءه بتاعته ممتعه، هي بس فيها مشكله واحده بس، ان كل شويه الشمس بتتغير على حسب اتجاهها وعلى حسب توقيتها. فلو انت بتصور سيشن او لو انت بتصور اي حاجه، لازم تبقى عارف اتجاه الشمس بالظبط هيبقى من فين لفين، وتبقى الى حد ما دارس وشايف المكان قبل كده. ولو مش دارسه، في كذا ابلكيشن بيقدر يحدد لك اتجاه الشمس هيبتدي من فين لغايه فين، على حسب انت بقى بتحب اضاءه طبيعيه اضاءه صناعيه. المهم تقدر تطلع صوره كويسه. انا عن نفسي بحب استخدم اضاءه صناعي، فقول لي في الكومنتات انت بتحب تستخدم اضاءه طبيعي ولا صناعي. وبالنسبه لوينجي، هتلاقوني عامل لها كومنت. هتلاقوني ايه؟ هتلاقوني سايب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. باي.